السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. وبعد خلاص نهاية ماتش ريال مدريد وفالنسيا بخسارة ريال مدريد 2-1 وبنسبة كبيرة الدوري خلاص انتهى لبرشلونة، فرق 3 نقط لبرشلونة، غير ماتش لسه برشلونة تلعبه بالليل. فالحمد لله احنا تسببنا ان احنا نخلي فالنسيا تكسب أول ماتش بره أرضها السنة دي على ملعبنا على سانتياغو برنابيو. فالنسيا دي اللي برشلونة اديتها 7-5 في الفترة اللي فاتت دي، لو تفتكروا هتلاقي برشلونة اديتهم 5 في الكاس، سوري 7 في الدوري، بعد كده اديتهم تاني 5 في الكاس. هي دي ده فالنسيا اللي النهارده كان تعب ريال مدريد جدا، وهو الماتش اصلا غلط من اول التشكيلة اللي اتحطت. يعني ليه راؤول اسينسيو بيقعد على الدكة؟ ليه تشواميني بيلعب خط نص؟ فالفيردي اتصاب مرتين، اتضرب مرتين وما طلعش. يعني فالفيردي اللي هو المفروض انت تحاول تريحه يعني لو اتصاب فخلاص ده اهم واحد عندك، المفروض تطلعه تريحه الماتش جاي. فالفيردي الحمد لله لعب 90 دقيقة. النهارده بيلينجهام بيلعب 90 دقيقة، يعني في 3 ماتشات لاعب 90 دقيقة، 120 دقيقة و90 دقيقة تالتة. فالحمد لله يعني بيلينجهام في ال3 ماتشات اللي فاتوا لاعب 240 دقيقة. ف ماتش غلط بنتيجة احنا نستحق ان احنا نخسر، احنا ما عملناش اي حاجة كالعادة. زي ما قلت انت لو مش مهيئ نفسك ان انت هتخسر ماتش من الماتشات الجاية، فانت في حاجة غلط جواك، او انت محتاج تقول لي الثقة اللي انت جايبها في انشيلوتي دي جايبها منين؟ عشان هي الخسارة جاية. وانا قلت لك انت في الفيديو اللي فات قلت انت مش من دلوقتي انت مش محتاج تبص على ماتشات برشلونة وتستنى الفرقة اللي قدام برشلونة توقعها. انت دلوقتي تحاول تكسب، انت تجمع النقط بتاعتك انت، بعد كده قدامك كلاسيكو حياة وموت، تكسبه وتاخد الدوري، هتخسره هو الدوري هيروح لبرشلونة. فانت خلاص الحمد لله ما خلتناش نستنى لحد الكلاسيكو وخسرنا ماتش فالنسيا. في الفيديو بتاع ماتش اتلتيكو مدريد قلت ان مبابي هو المفروض يشوط ضربات الجزاء، والماتش ده برضو اكدت ان مبابي هو المفروض يشوط ضربات الجزاء. يعني يا راجل يا طيب، المدرب بتاع البرازيل اللي ما يجيش 1/10 او 1/100 في تاريخ انشيلوتي، لما بتيجي ضربة جزاء للبرازيل بيخلي رافينيا هو اللي يشوط، عشان عارف ان فينيسيوس مش احسن واحد بيشوط ضربات جزاء. في الماتش بتاع كولومبيا في التوقف اللي فات كده جه ضربة جزاء للبرازيل، رافينيا هو اللي دخل شاطها. انت يا انشيلوتي مش عارف تقول لفينيسيوس تخلي مبابي هو اللي يشوط عشان مبابي بيشوط احسن منك؟ ليه فينيسيوس هو اللي يشوط ضربات الجزاء؟ مفيش ميزه او مفيش حاجه زياده عند فينيسيوس عند مبابي. يعني بالعكس ده مبابي عنده ثقه في نفسه اكتر من فينيسيوس. فينيسيوس الفتره دي هو مش واثق في نفسه ب2 جنيه، كل كوره اوحش من الكوره اللي قبلها، كميه مس باص بيعملها مش ممكن، وظبطت معاه النهارده اهو جاب جون. لكن كالعاده مفيش واحد على الخط بره. ده فالنسيا، فالنسيا واحد من اسوأ مواسمه، مش عارف تكسبهم، مش عارف تعمل عليهم ماتش. هم اللي احسن مننا، هم اللي بيشوطوا، هم اللي بيحاولوا هم قافلين علينا، مش عارفين نخترق دفاعهم. امال لما تلاعب ارسنال هتعمل ايه؟ ويجيبوا فيك ركنيه، يعني 4 كانوا جوه منطقه الجزاء من فالنسيا يعملوا فيك كل ده وانت موقف 8 جوه منطقه الجزاء مش عارفين يعملوا حاجه. امال برضو لما تلاعب ارسنال اللي هو احسن فريق في العالم في ضربات الركنيه انت هتعمل ايه؟ الفريق فعلا بقى ممل، الفرجه على ريال مدريد بقت ممله. احنا النهارده مبابي هو كان بيحاول، مبابي وبيلينجهام كان بيجر رجليه عشان بيلينجهام كان باين ان هو فعلا تعبان، ما كان محتاج يريح. لو اولى واحد في اللعيبه دي ان هو يريح كان اولى من رودريجو، كان هو بيلينجهام ان هو اللي يريح. ان رودريجو ما لعبش الماتش كامل بتاع ليجانس، نزل في الشوط الثاني من الدقيقه 60. الماتش بتاع ريال سوسيداد مش فاكر نزل في الدقيقه كام، فهو كان مريح، فانت الاولى تريح بيلينجهام. وكان باين او على فكره على بيلينجهام وهو مضغوط وهو مجهد كان عامل ماتش على فكره احسن من بقيه اللعيبه اللي بعد مبابي. كان هو بيحاول برضو، كان بيعمل اللي بيلينجهام بيعمله في كل ماتش. لكن الفريق فعلا ما فيش شكل بيتقدم في الملعب. هو مبابي بياخد الكوره بيباصي، بيشوف هيباصي لده، هيشوط، هيرقص، هيخترق، هنلعب له الطوليه، بس هو ده شكرا، هو ده اللي هو ده اللي عندنا.
لكن الجون التاني الاثنين اللي كانوا واقفين في خط الدفاع كانوا فالفيردي اللي هو باك يمين اساسا، وكان كامافينجا اللي انت منزله نص ملعب. تشواميني وروديجر كانوا ما كانوش جوه ال 18 بتاعتنا اساسا. وألابا اللي كان بيلعب باك ليفت كان بيخش، كان بيحاول يلحق اي حاجه تتلحق. الاثنين قلبين الدفاع بتوعي اللي انا بلعب بيهم من اول ماتش ما كانوش موجودين جوه ال 18. دي في لقطه الجون الثاني. الاثنين طالعين، الاثنين بيزيدوا. فانا مش لاقي سبب منطقي لان راؤول اسينسيو يقعد على الدكه. الماتش ده كان ناقصه ان فالفيردي لا قدر الله كان يتصاب. هو ده الماتش، ده اللي كان ناقص الماتش عشان خاطر بقى نخش الموسم واحنا مش عايزين منه اي حاجه. احنا يعني لو فالفيردي ده جرى له حاجه احنا نكمل بقيه الماتشات، اللي هو احنا نحاول نخلص تاني قبل اتلتيكو في الدوري، نحاول ما نطلعش بفضيحه في دوري ابطال اوروبا، نحاول من نهائي الكاس ده احنا ما نخسرش بنتيجه فضيحه برده. فهو ده اللي احنا، ده لو فالفيردي جرى له حاجه بالشكل اللي هو بيلعب بيه ده، وان هو مش عايز يريحه وان هو ما بيطلعهوش، فانت خلاص يعني استنى فالفيردي لا قدر الله لا قدر الله في اي لحظه ممكن يقع منك عشان يضرب الموسم بتاعك اكتر ما هو مضروب. انا قلتها انا مش مستني حاجه من الموسم ده. احنا لو جبنا حاجه انا مش يعني هتبسط طبعا عشان فريقي اللي انا بشجعه والكلام ده كله، بس انا مش مستني اي حاجه. مفيش اي ماتش من الماتشات الجايه اللي داخلها ريال مدريد غير قدام الفرقه الضايعه في الدوري الاسباني. لكن لو كسبنا ارسنال او في ماتش ارسنال ذات نفسه ونهائي الكاس، انا داخل انا يا رب ما اخسرش، يا رب ما اخسرش. لو خسرت ما اخسرش بسكور. هو ده اللي انا الفتره الجايه انا هخش فيه في الماتشات الكبيره، عشان انت ارسنال اللي يقدر يعمل عليك ماتش. لو حتى مش هيعمل عليك ماتش اللي احنا نجيب اجوان كتير قوي 6، هيعمل عليك ماتش اللي هو ممل، اللي هو انا هقفل لك الدنيا ووريني انت هتعرف تعمل ايه. والفيديو اللي فات اتكلمت في الحته دي باستفاضه اكتر يعني. لكن انا زي ما قلت خلاص، هو انا مش مستني حاجه من السيزون ده. انا الحاجه الوحيده اللي مستنيها من السيزون ده ان يا اما بيريز يطلع يقول ان ده اخر سيزون لانشيلوتي، يا اما انشيلوتي يقول انا خلاص انا مش هعمل حاجه، يا اما يقيله. انا ده اللي مستنيه. انا مستني ان انشيلوتي ما يخشش مع ريال مدريد السيزون الجاي. هو ده اللي انا الحاجه اللي انا مستنيها، ودي اللي انا نفسي اشوفها في السيزون ده. طول السيزون ده انا مستني ايه؟ ان انشيلوتي ما يكملش مع ريال مدريد السيزون الجاي باي شكل كان بقى، عشان فعلا خلاص الوضع بقى اوفر. الفريق بقى من سيء لاسوء، مفيش حاجه بتتحسن. مؤتمرات الصحفيه بيطلع يقول اي كلام ملوش اي علاقه، ملوش علاقه بالوجود. يعني ممكن تلاقيه بيسالوه على ضربه الجزاء النهارده، هيقول لك اصل ليه فينيسيوس هو منافس ضربات الجزاء؟ هيجي يقول لك ما فينيسيوس هو السنه اللي فاتت كان احسن لاعب، هننسى كل ده الفينيسيوس. بيرد باي حاجه غير الرد على السؤال. ده مش فريق كوره بصراحه، ده مش ريال مدريد، ده مش فريق بيلعب في الهاي ليفل، ده مش فريق بينافس على الثلاثيه. ده فريق بينزل كل ماتش بسر الدعاء والسجده، مش بحاجه تاني. وان يا رب مبابي يبقى في يومه، يا رب بيلينجهام يبقى في يومه، يا رب فينيسيوس يفوق يبطل حنكشه شويه، رودريجو يبقى في ليلته. هو ده اللي احنا بنستناه، مش حاجه تاني. والنهارده مبابي اتظلم. مبابي هو اللي كان اولى ان هو يشوط ضربه الجزاء. حتى على فكره ضربه جزاء مش ضربه جزاء، بس هي خلاص اتحسبت. فالاولى اللي كان يشوطها هو كان مبابي، بعده عوامل. ان هو اللي بينافس على الهداف، ان هو اكتر فايق اكتر من فينيسيوس في الفتره دي، ان زي ما قلت ان هو عنده ثقه في نفسه، اي عامل. لكن مفيش شيء لصالح فينيسيوس في الفتره دي. يعني في بدايه السيزون مثلا لو هو اللي كان ماسك ضربات الجزاء نقول ماشي، مبابي فرقه جديده لسه مش واثق في نفسه، بيضيع كتير بيلقلق. فينيسيوس مختم السيزون بشكل كبير، بشكل عالي جدا مع ريال مدريد، فده ماشي ممكن نقول. لكن دلوقتي هو مبابي اللي اولى. يا جدعان هفضل اقولها، الواحد جاي في نهائي كاس العالم 3 ضربات جزاء. مين لا يعني غير كريستيانو وميسي مين يشوط عليه ضربات جزاء؟ محدش في العالم ده كله يشوط على مبابي ضربات جزاء. انا نفسي اقعد جوه مخ انشوت واشوف ده بيفكر في ايه. نفسي اخش معاهم في الجلسات التدريبيه اللي بينزلوها والحاجات دي، اشوف هو بيدربهم على ايه، اشوفه في اوضه اللبس هو بيقول لهم ايه. بتحس ان هو ما بيقول لهمش حاجه، هو بس بيروح يحفزهم. انت حلو يا حبيبي، انت كويس النهارده، انت شاطر. هو ده اللي احنا بنعمله، مش حاجه تاني.
الوضع بقى فعلا بقى يعني بقى خلاص الواحد ما بقى فعلا ببقى قاعد اتفرج على ماتش خلاص، يعني جبنا جون كويس، دخل فينا جون ده المتوقع. الواحد بقى من كتر تكرار السيناريو خلاص زهق منه، خلاص عايز اشوف فرقتي هي الاحسن. نفسي عايز اتفرج على ماتش فرقتي نازله من اول دقيقه لحد الدقيقه 90 هي الاحسن. اتفرج على فرقتي وهي مستحوذه وهي بتخلق فرص، وانت لو قفلت لي الجناب هعمل لك فرص من العمق، لو العمق عندك مقفول هخش لك من الاطراف. اشوف شوط من بره يعني بشكل كويس ودقيق. مش اللي بيعرف حاجه يعملها، اي حد يعرف يعمل حاجه يعملها. مش هو ده اللي انا مستني اتفرج بيه على ريال مدريد. الراجل ده معاه سكواد والله العظيم يخلص الدوري الاسباني ده يعني مش عايز احلف، استغفر الله العظيم، بس يخلص الدوري الاسباني من بدري قوي، من بدري قوي، ما بقاش قاعد انا متاخر عن برشلونه ب3 نقط وممكن يبقوا 6 نقط. هانز فليك لو معاه اللعيبه دي هيعمل بيهم مصايب. يورجن كلوب هيعمل بيهم مصايب. توماس توخيل لو كان فاضي يعمل بالفرقه دي مصايب. اي حد، اي تشابي الونسو، زيدان، اي حد غير انشيلوتي هيعمل بالفرقه دي مصايب. لكن هو شطب، هو خلاص، هو ما فيش حاجه جديده يقدمها. ممكن يبقى عنده حاجات ممكن يقدمها مع فريق تاني، لكن هو مع ريال مدريد هو خلاص. هو مش اكتر من السنه دي السنه الرابعه وكفايه. هو اللي مستني حاجه من انشيلوتي، او مستني ان انشيلوتي يحسن الفريق ده، انت محتاج يعني ايه، تنزل معانا على ارض الواقع وتعرف انشيلوتي ده اللي انا ممكن اقوله لك. لكن هو خلاص، هو ما عندهوش حاجه جديده. السنه اللي فاتت كان في حاجه على الاقل بتتقدم، لكن السنه دي مفيش. السنه دي مفيش. وارجع وختاما ارجع اقول اللي مستني ان احنا ممكن نكسب ارسنال. ماتش ميلان انت خسرته، ميلان فونسيكا ده يعني ده اكبر وصمه عار في تاريخ انشيلوتي. ممكن اسميها، او يعني انا مش متابع كارير انشيلوتي من زمان، بس ده يعني في الفتره دي بتاعت الميلان بفونسيكا وبتاعت ريال مدريد باللعيبه دي وبانشيلوتي، فانت تخسر 3-1 على ملعبك من فونسيكا، فدي مش حاجه هينه. ارسنال يقدر يكسب، وبرجوع ساكا يقدر يكسب، بالركنيات يقدر يكسب، باي حاجه، بارتيتا، وان ارتيتا ذهنه حاضر وان هو مدرب، فهو يقدر يكسب على فكره. انا مش هبقى متفاجئ لو ارسنال كسبنا، بس اكيد هبقى متضايق. فالنسيا بوضعه ده كسبك. فبس يعني ما ده اللي كان عندي انا. مفيش حاجه تانية عايز اقولها، غير ان مبابي وبيلينجهام هم بس اللي كانوا في المباراه دي، وان الحمد لله ان فالفيردي يعني طلع كويس. وهو برضه على فكره فالفيردي كان انقذ كام موقف وكده، لكن غير كده الباقي كله وحش جدا. مفيش حاجه حد عايز يقدم حاجه، وبيلينجهام كان بيجر رجله، وربنا يستر على فالفيردي وعلى بيلينجهام ان هم ما يجرى لهمش حاجه، عشان هم الاثنين فعلا بيستهلكوا كتير جدا، وهما الاثنين بيتعرضوا لضرب والالتحامات كتيره جدا. وشفنا فالفيردي النهارده ضرب يعني لقطتين، كان ممكن على الاقل في لقطه منهم، اللقطه بتاعت الشوط الثاني يبدله، لكن حبيبي سابه ومكمل عادي جدا. فبس ده ختام اللي كان عندي، ومفيش حاجه جديده عايز اقولها. اسف على الاطاله، وربنا يستر ماتش ارسنال الجاي، ونشوف بقى هنقدم حاجه ولا هتبقى زي الماتشات اللي فاتت. خلينا مستنيين ونشوف. واشوفكم في حلقه جديده، وكان معاكم احمد هاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.